بسم الله الرحمن الرحيم. في لغز اسمه كاهن الظلال، آخر حارس لمكتبة الأسرار في مصر القديمة، في قلب الصحراء وعلى بعد أميال من أي حياة. اكتشفوا تمثال غريب جدا لكاهن مجهول. نص التمثال ده كان محروق، والنقوش اللي عليه بتتكلم عن سر محدش عرفه لحد النهاردة. الموضوع بدأ سنة 1923 لما فريق آثار لقى أوضة صغيرة جنب معبد قديم في الواحات. الأوضة ديت مقفولة بحجر وزنه نص طن، واللي مكتوب على بابه جملة غريبة جدا: لا تقترب، هنا يحرس السر الأخير. لكن لما فتحوا الغرفة ما كانش فيها كنز ولا تماثيل، كان فيها مقعد حجري وكتلة فحم. البرديات اللي لقوها دي قالت إن الراجل ده كان آخر أمين على مكتبة الأسرار الملكية، مكتبة حقيقية كانت موجودة في أواخر الدولة الحديثة. المكتبة ديت كان فيها خرائط وطرق العلاج وتقنيات لسه لم تكتشف بعد. وكان في كاهن واحد بس مسموح إنه يدخلها، الكاهن اللي سموه بعد كده كاهن الظلال. آخر ظهور للكاهن ده كان في عهد رمسيس الثالث. وقتها حصلت محاولة اغتيال شهيرة جدا اسمها مؤامرة الحريم. وسط الفوضى اختفى الكاهن. المؤرخين بيقولوا إنه نقل أهم الكتب ودفنها في مكان محدش يعرفه، وبعدها اختفى ومفضلش منه غير السيرة اللي بتتقال عنه كاهن الظلال. وبعد 3000 سنة لقوا التمثال دوت اللي نصفه محروق. بعض الباحثين قالوا إن الحرق ده حصل بسبب مواد كيميائية قديمة، لكن في نقش بسيط مكتوب وراه: النور لا يمر من الظل، والسر لا يعيش إلا صامتا. لحد النهاردة محدش يعرف هل كاهن الظلال ده هرب، اتقتل، ولا عمل زي الكهنة الكبار اختفى جوه سر محدش عارفه. كاهن الظلال واحد من أكتر شخصيات مصر القديمة غموضا. لو عجبك القصة اعمل اشتراك، لأن اللي جاي أقوى